لابسه اسود ليه؟ عشان رايحين نعزي واحده صاحبتنا مامتها توفت، والنهارده كلنا رايحين نعزي، بس انا شايفه زمايلي هناك محدش عارف يتكلم ولا حد عارف يعزيها، وكلهم عمالين يتهتهوا، والموقف اصلا مش محتاج تهتها خالص. فانت بقى لو في الموقف ده هتعرف تتكلم وتعبر بالانجلش؟ لو انت بتعزي حد غريب بالنسبه لك وما تعرفوش ولازم تتكلم معاه برسميه، هتقول له I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. تاني I'm sorry for your loss. I'm truly sorry for your loss. I'm truly sorry for your loss. ممكن نقول ايه تاني؟ ممكن اقول له my deepest condolences to you and your family. My deepest condolences to you and your family. يعني تعازية الحارة ليك ولأسرتك. My deepest condolences. condolences دي بمعنى تعازي. تاني كلمة تعزية تاني اسمها ايه؟ condolences. وما تقولش كن، هي ما اسمهاش كل، هي اسمها كن اكسرها كأنها كسرة كده. My condolences. My condolences. طب ممكن اقول ايه بقى تاني؟ لو هو حد قريب ليا او البنت دي قريبة ليا وانا عايزة اديلها دعم واقول لها انا جنبك لو محتاجة اي حاجة، هقول لها ايه؟ I'm here for you whatever you need. I'm here for you يعني انا جنبك، قولي لي انت محتاجة ايه، اي حاجة، لو محتاجة اي حاجة قولي لي. I'm here for you whatever you need. طب لو انا عايزة ادعي لمامتها بقى، احنا كمسلمين وبنعزي ناس مسلمين لازم ندعي للمتوفي بالرحمة، فكلمة الله يرحمه، ربنا يرحمه، كلمة ربنا يرحمه دي بتتقال ازاي بقى بالانجلش؟ May Allah have mercy on her soul. May Allah have mercy on her soul. ولكن المشكلة ان الاجانب في المواقف اللي زي كده ما بيدعوش بالرحمة، بيقولوا حاجة تانية خالص، بيقولوا ايه؟ May her soul rest in peace. May her soul rest in peace. May your soul rest in peace. May your soul rest in peace. يعني فلتركض روحها في سلام. احنا طبعا ما بنقولش كده، بس انت لو بتعامل مع واحد اجنبي هتتوقع ان هو ممكن يقول لك كده، وهتشوفها كتير في الافلام وفي المسلسلات او انت بتتفرج عليهم، هيقول لك ايه؟ May her soul rest in peace. انا عارفه ان هي دي مشكلتك، انك لما بتتحط في موقف مفاجئ ما بتكونش محضر له، ما بتكونش مرتب له، تلاقي نفسك مش عارف تتكلم، بتبقى محتاج بقى تفكر وتهدى وتجمع الكلمات في عقلك، تترجم بقى حرفيا من عربي لانجليزي، او ممكن تجري جري تروح تستخدم جوجل ترانزليشن وهو اللي يترجم لك. فاحنا هنا في كورس السيمي برايفت بنشتغل على الجزئيه دي، ازاي تتكلم بشكل بروفيشنال، ازاي تتعامل مع المواقف الحياتيه والمحادثات اليوميه، ازاي تبطل ترجمه اصلا حرفيا من عربي لانجلش وتصيغ افكارك بشكل بروفيشنال. فانت هتعمل ايه بقى عشان تنضم لينا؟ مظبوط، كومنت او مسج عشان تعرف كل التفاصيل.